يعد ياسر عرفات إذن من شخصيات الصراع العربي الإسرائيلي المحورية، والتي ارتبط اسمها بالقضية الفلسطينية طوال العقود الماضية. ورغم مرور 9 سنوات على وفاته، إلا أن رحيله بقي لغزا محيرا للعالم، قبل أن تثبت التحقيقات أنه توفي بمادة شديدة السمية. لن تنسى الذاكرة العربية ولا تاريخ فلسطين النضالي هذه اللحظات المؤثرة. السيد ياسر عرفات رئيس السلطة الفلسطينية توفي بمستشفى بيرسي العسكري في كلامار. غيب الموت ياسر عرفات، فعم الحزن ونظمت له جنازة تليق بتاريخه زعيما ومناضلا وبطلا أسطوريا. وفي فلسطين التي وهب حياته لقضيتها، هبت الجماهير عن بكرة أبيها لتودع الأب الروحي. الرقم الصعب في معادلة الشرق الأوسط شق طريقه في الكفاح منذ انضمامه إلى جيل القوميين العرب الذي ظهر في الخمسينيات ولعب أدوارا مهمة في الستينيات والسبعينيات. برز اسم ياسر عرفات بقوة بعد نكسة عام 67، وفي العام التالي اعترف به الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر ممثلا للشعب الفلسطيني، وبدأ مرحلة جديدة من الكفاح بعدما انتخب رئيسا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية خلفا لأحمد الشقيري. وما هي إلا 5 سنوات حتى أطل عرفات من منبر الأمم المتحدة مناشدا أحرار العالم مساندة الشعب الفلسطيني. بعد اجتياح الجيش الإسرائيلي بيروت عام 82 حوصرت الفصائل الفلسطينية، واضطر ياسر عرفات للخروج من لبنان. وفي نوفمبر من عام 88 أعلن من الجزائر قرارا بقيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس. وباسم الشعب العربي الفلسطيني قيام دولة فلسطين. آمن ياسر عرفات بفكرة المفاوضات واسترجاع الحق الفلسطيني عبر الحوار، فوقع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين اتفاق أوسلو للسلام عام 93، وكان لهذا الاتفاق نتائج هامة على مسيرة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وبعد 27 عاما قضاها في المنفى، عاد ياسر عرفات إلى غزة رئيسا للسلطة الفلسطينية عام 94، ثم انتخب رئيسا في أول انتخابات عام 96. هذا الشعب بقول لهم معا وسويا حتى يرفع شبل من أشبالنا أو زهرة من زهراتنا علم فلسطين فوق أسوار القدس ومآذن القدس وكنائس القدس. حاصرت إسرائيل أبو عمار في مقره برام الله، ولم يخرج منها إلا مضطرا للعلاج في باريس حيث فارق الحياة. وفاة أثارت الكثير من الجدل، ورجحت التحقيقات بعد مرور 9 سنوات أن الرمز الفلسطيني توفي بمادة البولونيوم السامة.